تعرف لو اخترعت أفضل جهاز جوال في الكوكب، أفضل من جميع البراندات العالمية المعروفة، جهاز سابق عصره وزمانه، وتبيعه بأقل سعر ممكن، أقل حتى من البراندات العالمية. شفت هذا المنتج اللي أنت اخترعته العظيم الجبار اللي ممكن يكسر الدنيا ويجيب لك ملايين؟ إذا حطيته عندك في الغرفة بدون ما تسوي له ماركتينج ولا تسويق، كل أفراد هذا الكوكب ما راح يعرفون أن عندك جهاز عظيم. حتى أخوك اللي قد تكون غرفته جنب غرفتك ما راح يعرف أن عندك جهاز جبار بدون تسويق. فمن المهم جدا انك تبني خطة تسويقية، وفي مرحلتها الاولى يكون الهدف انك تعلم الناس ان عندك اعظم جوال وبارخص ثمن ممكن. في هذا الجزء يا صديقي العسل راح ناخذ المرحلة الاولى في بناء الخطة التسويقية من كتاب خطة تسويقية في صفحة واحدة للمؤلف إلين ديب. في هذا الفيديو يحتاج اقول لك ضبط قهوة ولا ما يحتاج؟ اتوقع ما يحتاج، انت عارف الروتين. والناس الجديدة على دوامي كافيين تحتاج تجهز كوب قهوة ومشروب انت تحبه او تجيب لك سناكس، وهالمرة جيب معك ورقة وقلم لان الكلام اللي بنقوله تطبيقي. سنبدأ في مرحلة التطبيق العملي، ويلا نستمتع. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بك يا صديقي العسل في قناة دوبامي كافين، حيث القهوة والموسيقى والكتاب. ناصر العقيل أخوك هو مؤسس ومقدم هذه القناة، وفكرتها هي أني أقدم لك شرح كامل للكتاب اللي أقرأه بالتفصيل. فإذا عجبتك فكرة القناة وتعتقد أنها ممكن تفيدك تقدر تشاركني باشتراكك يا طويل العمر. شوف يا حبيبي، كل شيء راح أقوله لك في هذا الفيديو ليس مختص فقط برجال الأعمال، ولا مختص بالأعمال ولا المشاريع، أوكي؟ التسويق أو الخطة التسويقية قد تفيدك في كل مجالات الحياة. راح يفيدك إذا كنت رجل أعمال وعندك بزنس، وراح يفيدك إذا كنت شخص مهتم بالحياة المهنية سواء كنت عاطل أو عندك وظيفة وتبحث عن وظائف أفضل، وراح يفيدك إذا أنت فريلانسر أو صانع محتوى أو أي شخصية ممكنة، راح يفيدك. ففي البداية يمكن أعطيك مثال عن البزنس ومثال عن مثلا الحياة المهنية أو صناعة المحتوى، وبعدها راح تكون أمثلتي كلها عن البزنس. فأنت الله لا يهينك كذا ترجم الموضوع للحالة اللي أنت تبغى تعيشها. أوكي. ريكاب سريع كذا على اللي قلناه في الحلقة الأولى، وضروري ترجع تشوفها، ضروري جدا. الخطة التسويقية اللي راح نبنيها في صفحة واحدة تتكون من 3 مراحل: مرحلة قبل، مرحلة أثناء، ومرحلة بعد. كل مرحلة من هذه المراحل تتكون من 3 أقسام. مرحلة قبل فيها 3 أقسام وهي اللي بنشرحها في هذا الفيديو. ويلا خلنا ندخل في صلب الموضوع. اليوم اللي بيجيك بإذن الله سواء عاجلا أم آجلا وتقص فيه شريطة افتتاح مشروعك، تأكد إن جميع سكان الكرة الأرضية واللي في نوفمبر القادم راح يوصل عددهم إلى 8 مليار نسمة ما يعرفون إنك فتحت مشروع، ولا يعرفون إنك تقدم هذا المنتج أو هذه الخدمة. حط في بالك هذا الشيء. ليش أنا أقول لك الكلمة هذه مهمة مرة؟ لأنه صاحبك الجاهل يا طويل العمر لما كان يبني دراسة الجدوى، ودراسة الجدوى تعتبر أهداف وتوقعات ولكنها ليست واقعية 100%. فصاحبك اللطيف كان فاتح الحاسبة كذا ويقول بفتح كافي وببيع 120 فاتورة في اليوم، يقدر سعر الفاتورة 35 ريال، معناته راح كذا، وش قيمة التشغيل كذا. لا ناصر لا، هذه أنت أهداف حطيتها، ممتاز. طيب ال 120 شخص هذا اللي بيجونك يوميا، هم عرفوا أصلا الناصر عنده كافي ولا لا؟ مين هم أصلا؟ هل هم اللي رايحين للدوام؟ هل هم الكبار؟ هل هم الصغار؟ هل هم حقين الجامعات؟ هم ذكور ولا إناث؟ كم تتراوح أعمارهم؟ هم ساكنين وين؟ كل هذا يا صديقي العسل تحدده في القسم الأول من المرحلة الأولى، مرحلة قبل. وش هو القسم الأول يا ناصر؟ هو تحديد النيش، الفئة المستهدفة. فلازم أصلا تسوق يا ناصر للناس عشان تعلمهم إنه أنت فاتح كافي حتبدأ تبيع قهوة. طب مين هذول الناس؟ مو أي ناس، لازم تحدد الفئة المستهدفة اللي أنت حتبيع لهم كافي يا ناصر. في شيء اسمه بزنس موديل كانفاس، مهم جدا بقدر أهمية الماركتينج بلان، يمكن يجي يوم ونشرحه. لكن عموما في البزنس موديل كانفاس في شيء اسمه كاستمر سيجمنت، الفئة المستهدفة. خلينا نقول معناها الفئة المستهدفة وليس في ترجمتها، في فرق بين الترجمة والمعنى. فأنت لما تجي تقول راح أبيع كوب قهوة لازم تحدد أنت حتبيع كوب القهوة لمن، وهذا تقريبا يسمى النيش. أعطيك مثال. أول ما قررت أفتح قناة أشرح فيها كتب كنت أعتقد أن الفئة المستهدفة هم الناس المهتمة في الكتب، مع أنه العكس هو الصحيح. غاياتي العميقة كنت أبغى أفتح قناة للناس اللي مي مهتمة بالكتب. فهذا نوع من أنواع التخطيط الخاطئ. خلينا نقول كانت وجهة نظري يمين والواقع حقي كان يسار، وقد يحصل لك كذا في البزنس. فلذلك لازم تحدد لك نيش، فئة مستهدفة. وطبعا تحديد الفئة في عناصر كثيرة من ضمنها العمر، الدولة، القوة الشرائية، الاهتمامات وغيره كثير. لكن أنت الآن اسأل نفسك سؤال: إذا كنت عندك بزنس أو على وشك إنشاء بزنس، لما تيجي تسوق وتقول أبغى والله أطلع بحملة إعلانية، يا سلام، ولنفرض أن المنتج اللي أنت تبيعه قهوة على مثال القهوة، يعني ينفع تعرض إعلانك هذا اللي قد يكلفك مبالغ على 1000 شخص، 900 منهم مهتمين في الشاهي و100 منهم في القهوة فقط؟ لا، ويمكن حتى مهتمين في الإسبريسو وأنت تبيع مختصر يعني
حادث، حرفيا حادث. فلذلك الخطوة الأولى أنك تحدد فئة مستهدفة. شوف إلى أي درجة عاد ايش يقول لك إلين ديب، يقول لك إنه مو بس تحدد مثلا إنهم يحبون القهوة، لا، أي نوع من القهوة يحبونه. تخيل إلى هذا المستوى من الدقة. يقول لك يا أخي أنت توك ناشئ، مشروعك صغير، ما عندك بجت مثل المشاريع الكبيرة تقدر ترش أموال على الماركتينج، ما عندك هذه القدرة. فلذلك لازم تكون محدد المحدد عشان تكون حملتك الإعلانية جدا مؤثرة. فقالك على سبيل المثال إذا أنت محدد المهتمين في القهوة، حدد أي نوع قهوة. قل مثلا راح أركز على الإسبريسو فقط، أو مثلا على السبانيش لاتيه. شوف إلى أي درجة. وركز حملتك الإعلانية على السبانيش لاتيه وللناس المهتمة في السبانيش لاتيه فقط. يعني لو بعرضها على 1000 شخص، إعلاني يكون سبانيش لاتيه معروض ل1000 شخص يبغى سبانيش لاتيه. لو قدرت تحقق هذه المعادلة فحملتك الإعلانية حتكسر الدنيا. ليه؟ لأنه في المرحلة الأولى من بناء الخطة التسويقية الهدف هو أن المهتمين في سبانيش لاتيه يعرفون أنك بدأت تبيع سبانيش لاتيه، ولما يشوف إعلانك يقول أوه ذاتس مي، هذا الإعلان لي أنا بالضبط. صديق العسل ركز، هذا عشان يعرف فقط، مو يشتري، بس عشان يعرف يا ناصر أنك عندك كافي وبدأت تبيع قهوة، مو ببيع 120 كوب في اليوم ويلا وأرقام حاسبة آيفون اللي تصدم في جران. طيب، فقام ضرب مثال جميل جدا عجبني أنا. قال لك الحملات الإعلانية العشوائية والحملات الإعلانية اللي مركزة ومحددة الهدف. هذه مثل الماشينز حقت الكازينو ماشينز اللي هي آلات المقامرة. يقول لك تبدأ تحط فيها فلوس على أمل أنه ممكن تضرب معاك وتجيب لك عائد. قال أما أسلوب الحملات الإعلانية المركزة هي مثل الفندنج ماشينز، آلات البيع، هذه الماشينز حقت البيع. فيقول لما تجي تحط فلوسك في هذه الآلة تحط السعر بالضبط المناسب المحسوب، وتختار المنتج اللي يحمل هذا السعر بالضبط، وانت متأكد 100% ان المنتج حيطلع. إلا عاد إذا علقت الآلة كذا انت يعني مشيئة الله، ما في أحد يقدر يقول شيء. لكن أهم شيء انها تكون نتائج محسوبة وشبه مضمونة النتائج أو مؤكدة النتائج بعد. يقول أنا أبغاك تسوي حملاتك الإعلانية زي كذا. فأنت يا صديقي العاطل على سبيل المثال طالع فيني تبغى وظيفة وتقول عندي شهادات ومهارات وكفاءة على عيني وعلى راسي. كم شركة تعرف عنك هذه المعلومات؟ كم شركة عرضت عليها السي في حقك مثلا؟ مو شرط عرضت السي في، اطلعت على البروفايل حقك أو صفحة البروفايل في لينكدين. كم شركة؟ لا، والسؤال الأهم، هل الشركات اللي شافت السي في حقك من الشركات المهتمة بمجالك أصلا ولا لا؟ وأعيد وأكرر النقطة المهمة جدا، الغرض هو أنه يعرفك فقط. تخيل هذه مرحلة من مراحل بناء الخطة التسويقية. يا ساتر أبغاك تستوعب، يعني عشان تقول أنا عرضت إعلان السبانيش لاتيه حقي على 1000 شخص مهتم بالسبانيش لاتيه، هذه حملة إعلانية ناجحة حتى لو ما شروا، بس بمجرد أنهم عرفوا. تخيل. يقول لك في هذه المرحلة دائما ركز على أنك تمسك الناس اللي عندها اهتمام أكثر من أنك تبيع. يقول لك rather than selling try to grab interest. أنت أمسك الناس المهتمة بس، خلهم يعرفون أن أنت تقدم هذا المنتج أو هذه الخدمة. أختم هذه الجزئية بهذه الجملة، حتى لو عندك منيو يا صديق العسل في عدة أنواع قهوة، في حملاتك الإعلانية اختر قهوة واحدة لشريحة مستهدفة واحدة. وفي طريقة اسمها ال PVP Personal Fulfillment Value to Marketplace و Profitability، وراح أشرحها لك على السناب وثبتها لك في الهايلايت إذا أنت مهتم تعرف كيف تحدد نوع القهوة اللي المفروض تستهدفه. ودي أشرحها لك الحين بس ما بطول عليك الفيديو. حدد فئة مستهدفة خاصة جدا. هذا القسم الأول. وش سالفة القسم الثاني؟ أنا أقول لك. هذا أجمل قسم يا صديقي العسل في هذه المرحلة، القسم اللي يبدأ فيه الإبداع وقوة ذكاء الماركتينج وتأثيره فعلا، وابغاك تركز معي. يقول لك بعد ما تحدد فئتك المستهدفة راح تكتب لهم الرسالة اللي تبغى توصلها عن طريق هذه الحملة الإعلانية. ولما أقول لك اكتب رسالة، مو معناته أن حملتك الإعلانية لازم تكون مخطوطة. على فكرة في فرق بين يخط ويكتب. يكتب يعني بمعنى كأنها يؤلف مو بمعناها يؤلف، لكنك تكتب رسالة معينة. إيش الرسالة اللي تبغى تقولها بالضبط لهذه الفئة المستهدفة عشان تخليهم يتحولون إلى بروسبكت to know you؟ يقول إلين ديب، وأنا أتفق معه وأعتقد أنك حتتفق معنا، أن الإعلانات أصبحت مملة، مكررة، نفس الأسلوب، نفس الطريقة، لدرجة أنك من أول ما تشوف إعلان تسوي له سكيب أو تفكر كيف تسوي له سكيب، وأحيانا تشترك اشتراكات عشان ما تطلع لك إعلانات. وهذه حنتكلم عنها بعد شوي ليش في الشانلز في القسم الثالث من هذه المرحلة. لكني أنا أتفق معه، الإعلانات أصبحت مملة. ليش مملة يا إلين ديب؟ قال لأنها مكررة يا أخي وكلهم
متشابهين، ماشيين على قاعدة مي تو وانا بعد. شافوا مشروع ناجح اعلن في سناب شات بطريقة معينة، راحت المشاريع كلها تقلده وتسوي نفس الاعلان في سناب شات. ضرب اعلان في الانستغرام او في التيك توك، طاروا وسووا نفس الاعلان في التيك توك. هذه احد مشاكل العقل القياسي، العقل المقلد. قال لك لما تجي تكتب رسالتك لفئتك المستهدفة خليك كرييتيف، مبدع وريماركبل، يعني مميز إلى درجة ما تتصورها. كن مختلف ومميز جدا. وعشان يقول تفرق عن الجمع راح أعطيك بعض النصائح البسيطة اللي تخلي رسالتك جدا مميزة ومؤثرة. أولا، لا تتكلم عن منتجك، لا تتكلم عن شركتك، لا تتكلم عن مزاياك أبدا. عندنا المنتج الفلاني، أفضل منتج، أجود منتج، أرخص منتج، أفضل منتج. لا أبدا، لا تتكلم بهذا الأسلوب أبدا. تكلم عن احتياجاتهم، اهتماماتهم، آلامهم ومشاكلهم، وتكلم عن رغباتهم. لما تطلع بحملة إعلانية فيها سبانيش لاتيه للناس اللي مهتمة في سبانيش لاتيه، تكلم عن رغباتهم واحتياجاتهم واهتماماتهم. تذكر لما كنا نقول في ديل كارنيجي أحد أساليب الإقناع هو أنك تحط الدودة في السنارة عشان تصيد سمكة، ما تحط فراولة في السنارة عشان تصيد سمكة. ليه؟ بكل بساطة لأن السمكة تحب الدودة ما تحب الفراولة، فتحط اللي تحتاجه السمكة مش اللي تحتاجه أنت أيها الصياد الصغير. رامي الصياد الصغير. ففي كتابة رسالتك تتكلم عنهم هم. تعال نرجع لمثال العاطل اللي يبغى وظيفة. في السي في راح تتكلم عن نفسك ولا تتكلم عن احتياجاتهم اللي ممكن أنت تخدمهم فيها؟ والفرق هائل يا صديقي العسل. أعطيك مثال، أنت أستاذ جرافيك ديزاين، تقدر تكتب في السي في جرافيك ديزاينر، أشتغل على برامج الأدوبي مثل فوتوشوب وإلستريتر وغيره. وتقدر تقول إذا أنت محدد الفئة المستهدفة وعارف رسالتك رايحة لمين، تقدر تقول أنتم شركة جرافيك ديزاين والجرافيك ديزاين حقكم جدا ممتاز، ولكن بقدراتي أقدر أرفع من مستوى الجرافيك ديزاين عندكم وهذا شغلي. تتكلم عنهم مو عنك أنت ولا منتجاتك يا صديقي العسل. هذه الهنت الأول أو النصيحة الأولى. النصيحة الثانية، رسالتك لازم تكون بليغة وواضحة. وهنا يأتي البارت العظيم جدا. اسمع يا صديقي العسل، بقول لك شيء. أنا عندي تعريف للبلاغة مختلف. التعريف هو البلاغة هو أن يبلغ ما يريده المتكلم للسامع. بالضبط، يكون في شخصين واقفين، الشخص ألف والشخص باء، أو الشخص المتكلم والشخص السامع. وركز على هذا المثال جميل جدا. الشخص المتكلم يبغى يقول للسامع أنا راح أروح مثلا البقالة أشتري الغرض الفلاني وأرجع. ممتاز. فيقول أيها السامع أنا بروح السوبر ماركت أشتري بعض الأغراض الخاصة وأرجع لك. ممتاز. إذا بلغ السامع ما يريده المتكلم فهذه بلاغة. خلاص فهم هو أنه أوكي بتروح البقالة وترجع. ركز معي، نسبة البلاغة في الخطاب تعتمد على كمية الكلمات اللي أنا أحتاج أسمعها والكلمات اللي ما أحتاج أسمعها. يعني أعطيك مثال، المتكلم قال أنا بروح السوبر ماركت بشتري أغراض شخصية بعدين برجع. تخيل هذا السامع وش اللي يهمه من الكلام هذا كله؟ قد يهمه كذا أو يسمعها كذا، بروح السوبر ماركت وارجع. شفت البلاغة يا صديقي العسل؟ أي كلمة غير الكلمات هذه تعتبر حشو. في كتابتك للرسالة في الإعلان يا صديقي العسل أو في السي في أو في أي شيء تبغاه، حتى في كتابة الحلقة مثل دوبامي كافين، خل مستوى البلاغة عالي جدا، ما في حشو. قد تسوي إعلان لمدة دقيقة أو 60 ثانية، نفس هذا الإعلان تقدر تسويه في 10 ثواني. لا تكثر، لازم تكون رسالتك بليغة أو مستوى البلاغة فيها عالي. النقطة الثانية لازم تكون واضحة ما تحتاج أي سؤال أو أي استفسار. إلين ديبي يقول اصحى تعتقد أن اللي بيشوف إعلانك وما فهمه راح يتصل عليك عشان يسأل for more information، ياخذ معلومات أكثر. اصحى. يقول لك if you confuse them you lose them. إذا إعلانك ما كان واضح بالنسبة له لخبطته you lose them، تخسرهم. سحب على إعلانك أو سوى سكيب وما عاد رجع لك ثاني مرة. أرجع وأضرب نفس المثال عن الشخص العاطل اللي عنده سي في. إذا السي في حقك مو واضح، في أمور مو واضحة وفي حشو كثير، ترى ما راح يدقون عليك ويقول لك في والله العظيم نقطة أنت كتبتها راح نسألك عنها، وش تقصد بالشيء الفلاني؟ أو إلى أي مستوى أنت محترف بالأداة الفلانية أو المهارة الفلانية. ما حد راح يسأل عنك، فلازم تكون واضح وقاطع ومحدد. وجاب مثال لحملة ستيف جوبز المبدع جدا الإعلانية اللي تكلم فيها أو أعلن فيها عن الآيبود. ركز معي في الحملة يا صديقي العسل. يقول لك كتب ستيف جوبز جملة من أبلغ وأكثر الجمل التسويقية تأثيرا في التاريخ. لما أصدرت أبل آيبود وكان أول جهاز للأغاني، يقول ما راحوا يتكلمون عن التكنولوجي المستخدمة MP3 أو حجم الذاكرة الموجودة كيت
100 جيجا بايت، اتوقع حتى وقتها كان بالميجا بايت ما بيوصلنا الجيجا، ونوع الماتيريال او الماده المستخدمه في صناعه هذا الجهاز ونوع الشاشه وغير، ما تتكلم عن هذا كله. يقول لك قال بجمله واحده 1000 songs in your pocket، 1000 اغنيه في جيبك. بس يا صديقي العسل، بس جمله جدا فتاكة ومؤثرة. يقول لك أنت لازم تسوي نفس الشيء. هل تستطيع أن تصف منتجك أو خدمتك وأفضل شيء فيها بجملة واحدة فقط؟ وهذه الجملة تكون مؤثرة وعاطفية جدا، أو قال emotional and motivational، عاطفية ومحفزة إلى هذه الدرجة. ويقول لك برضه، خلني أعطيك معلومة مؤلمة بعض الشيء لكنها واقعية ولازم تحطها في بالك، ما راح توصل بهذا المستوى من البلاغة والجمل المؤثرة من أول مرة. راح تحاول مرة ومرتين وتغير وتطور وتطلع معاك كلمات وتطلع معاك جمل إبداعية أكثر، وكل ما حاولت أكثر ومارست أكثر كل ما تعلمت أكثر. كذا يكون خلصت أنت القسم الثاني. حددت منتج جدا مستهدف لفئة جدا مستهدفة، وكتبت لهم رسالة جدا مؤثرة تتكلم عنهم، عن عواطفهم، رغباتهم ومشاكلهم، وصلت لهم فيها أفضل ما يميز منتجك. الآن تبغى توصل هذه الرسالة. جينا عند القسم الثالث، الشانلز، القنوات. والقنوات لا يعني قنوات التلفزيون، القنوات معناتها قنوات التواصل، وقد تكون بريد، تلفزيون، بريد إلكتروني، سوشيال ميديا، جوال، راديو، لوحة في الشارع، أيا كانت الوسيلة. برضو في البزنس موديل كانفاس اللي تكلمت لكم عنه في بداية الفيديو في جزئية كذا اسمها الشانلز، القنوات اللي من خلالها راح تتواصل مع الفئة المستهدفة. فأنت عندك رسالة وعندك فئة مستهدفة، كيف راح توصل لهم؟ والله العظيم يا صديقي العسل، من المؤلم جدا أن الشخص اللي كان واقف قدامك كان أوكي تفكيره صح نسبيا، لكن مو بشكل عام. بشكل عام في حادث كنت أسويه، كنت أقول أن السوشيال ميديا من أفضل منصات التسويق لليوم. هو صح ولكن بشكل نسبي، بل بالعكس ألان ديب قاعد يقول لك لا، أكبر خطأ أنك تعتمد اعتماد كلي أو بشكل أكبر على السوشيال ميديا في توصيل رسالتك للفئة المستهدفة. وتكلم بتفصيل كثير جدا عن هذا الموضوع، ما أبغى أصدع راسك، خلني أعطيك منه الزبدة. فئتك المستخدمة، تستخدم التيك توك أكثر ولا اليوتيوب أكثر؟ تستخدم السوشيال ميديا أكثر ولا تتابع التلفاز أكثر؟ تفتح البريد الإلكتروني أكثر ولا رسالة الجوال أكثر؟ فتحديد الفئة المستهدفة راح يحدد لك نوع القناة اللي من خلالها راح توصل للفئة المستهدفة. لكن يقول لك أنت اختار أي قناة تبغاها، حتى أنت يا أبو سي في يلي تبحث عن وظيفة، أو عندك وظيفة وتبحث عن وظيفة أفضل، أو حتى فريلانسر ولا صانع محتوى. بعد تحديد فئتك المستهدفة لازم تعرف القناة المناسبة لهذه الفئة. لو أنا جمهوري يحب يقرأ أكثر من أنه يسمع، هل ينفع أني أسوي لهم بودكاست؟ لا يا صديقي العسل، لا. جمهورك يقرأ ما يسمع، خليك في تويتر. فلما تختار أي قناة أنت تبغاها ضروري تكون قادر على قياس فعالية هذه الحملة. وقال اقتباس جميل جدا لواحد اسمه جون واناميكر، يقول half the money I spend on advertising is wasted. The trouble is I don't know which half. يقول نص الأموال اللي أدفعها في الإعلان أخسرها، لكن المشكلة ما أدري أي نص اللي أنا خسران فيه بالضبط. يا ساتر، يعني بالعربي مثلا أحط أنا 10,000 خلينا نقول في التلفزيون والراديو والصحف وإعلانات الشارع، يقول نصها ضايع، بس أي نص فيهم ما أدري. ليه؟ لأنه ما كان يقدر يقيس قبل. يقول هذا الكلام قرابة 100 سنة، لكن اليوم لا، تقدر تعرف من حملتك الإعلانية اللي موجودة على المنصة الفلانية أو في المكان الفلاني كم شخص ضغط على الرابط، كم شخص اشترى من هذا الرابط وانت ماشي. تقدر تقيس حملاتك اليوم. احنا في عصر التكنولوجيا، هذه الأشياء اللي تعيد عليك فيها بنفع. فيقول لك ضروري تختار منصة تقدر تقيس فيها قوة الإعلان وتأثيره، ولكل منصة أسلوب. فإذا أنت بتختار السوشيال ميديا على سبيل المثال، وين في السوشيال ميديا؟ في الانستغرام غير لما تحط إعلانك في سناب، غير لما تحطه في تيك توك، غير لما تحطه في يوتيوب، غير لما تحطه في تويتر، غير لما تحطه في جوجل. يفرق يا صديق العسل، يفرق حتى في أسلوب كتابته وأسلوب تقديمه يفرق. في الانستغرام راح حطه صورة، في اليوتيوب راح حطه فيديو، وفي تويتر حيكون تغريدة أو كتابة. وآخر نقطة قالها، قال لا تحط ميزانية محدودة لإعلاناتك، وفصل لأسباب كثيرة، ولكن الإعلان اللي يجيب لك فلوس أكثر من تكلفته هذا إعلان ناجح، حط فلوسك فيه قد ما تقدر. الإعلان اللي يخسرك فلوس أو ما يرجع لك أرباح بقدر تكلفته هذا إعلان فاشل، وقفه مباشرة. يا غير الرسالة، غير الفئة المستهدفة، غير المنصة، غير الأسلوب، أيا كان، المهم لا تضيع فلوسك عليه. يقولك دائما تذكر أنت مشروع صغير مش مشروع كبير، ما عندك القدر الكافي من الأموال اللي تنشر فيها إعلاناتك مثل أبل وكوكاكولا وماك وغيره. لا، أنت لازم
لازم تكون مثل الفندنج ماشين، مثل آلات بيع المشروبات الغازية مثلا، محدد واضح مؤكد النتائج، وبكذا تكون انتهت المرحلة الأولى باختصار. للأمانة في تفاصيل كثير جدا، أتمنى يكون عندي القدر الكافي إني أشرحها لك، لأنه صدق هذا الكتاب يعتبر دورة، والله العظيم دورة، مش كتاب حتى يعني للثقافة. بس المهم جدا إنك تتذكر إن كل هذا اللي سويناه في هذا الفيديو عشان تخلي الناس تعرفك فقط، to know you. طب to like you أو عشان يعجبون فيك ويعجبون بما تقدم وتحولهم من prospects إلى lead. في الحلقة الجاية بإذن الله راح أعلمك كيف نحول هذول المحتملين اللي شافوا رسالتك الإعلانية وقالوا أوكي تناسبنا، كيف نخليهم يعجبون بالسبانيش لاتيه حقك أو بما تقدم بلغة أدق. إذا استفدت يا صديقي العسل من هذا الفيديو زر اللايك ما يكهرب، وشاركه مع من تعتقد أنه ممكن يستفيد ويدعي لك. انتهت جرعة الدوبامين كافين لهذا اليوم يا صديقي العسل، ألقاك الأسبوع القادم بإذن الله بجرعة أجمل وأفضل. شكرا دائما على حسن الاستماع، الله يعطيك ألف عافية ويطول عمرك. السلام عليكم.